هل في مرة كنت بتلعب بلاي ستيشن وإيدك ما جاتش على الأنالوج أو على الزرار اللي المفروض يضرب، بس أنت فضلت تضرب بإيدك في الهوا كأنك أنت متحكم؟ أو كنت راكب مثلا جنب السواق وقرب إن هو يخبط في حد قدامه فأنت ضغطت برجلك على الأرض كأنك بتفرمل؟ ده بالظبط اللي العلماء بيسموه وهم السيطرة. في كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد، الكاتب بيكشف لنا حاجة خطيرة جدا، إن المخ بتاعنا بيحب يحس إن هو متحكم حتى لو مفيش ليه أي سيطرة فعلية. في تجربة شهيرة اتعملت في السبعينات، جابوا ناس وقالوا لهم يضغطوا على زرار معين عشان في لمبة قدامهم تتحرك، والصدمة إن الزرار ما كانش متوصل بأي حاجة تحرك اللمبة، بس هم كانوا بيحركوها، القائمين على التجربة كانوا بيحركوها بالتزامن مع لما الشخص يضغط على الزرار. وبعد شوية قالوا لهم ده، بس فضل 35% من الناس اللي ضغطوا على الزرار مصدقين إن هم بيأثروا فعلا على حركة اللمبة، لمجرد إنهم شافوا إن في حاجة بتحصل بعد الضغط. يا ترى إيه اللي حصل هنا؟ المخ بيربط ما بين الفعل والنتيجة حتى لو الاتنين ملهمش أي علاقة ببعض، عشان يفضل محافظ على وهم السيطرة. الموضوع مش لعب عيال، ده بيدخل في قرارات مالية وسياسية وحتى عاطفية. في دراسة تانية قالت إن الناس اللي بتحس إن عندها سيطرة حتى لو وهمية بيبقى عندهم ثقة أعلى وتوتر أقل، بس لما بيحصل لهم فشل الصدمة بتكون أضعاف الناس العادية. لو خدنا مثال من حياتنا تلاقي ان في ناس بتدخل استثمار وتصدق انهم فاهمين في السوق جدا وهيتحكموا في كل تفصيلة في النتائج اللي موجودة في السوق، مع ان السوق ممكن بنسبة كبيرة عشوائي، في اوقات كتيرة ممكن يخسروا، بس هم يقوموا قايلين لنفسهم انا السبب، بدل ما يشوفوا العوامل الاكبر اللي كانت بره سيطرتهم فعلا. وده بيخلينا نعيش في فقاعة وهمية، نصدق إننا بنحدد مصيرنا بالكامل مع إن في عوامل كتيرة بتلعب من ورانا، زي الزمن أو الظروف أو الناس أو الصدفة أو الحظ. الخلاصة هنا إن الشعور بالسيطرة هو مريح، بس لازم نفرق بين الإحساس بالتحكم والتحكم الحقيقي. خد بالك ان الوهم ده ممكن يخليك تفرط في قرارات كبيرة وانت فاكر نفسك فاهم، بس انت في الحقيقة حاسس مش فاهم. نصيحة هنا ان في كل مرة تحس انك ماسك الدنيا من اولها لاخرها، اسأل نفسك، هل انا المتحكم فعلا ولا دماغي بتحاول تخليني احس بالامان؟